سيدنا رسول الله مرة يقف يقول للصحابة: أيها الناس، خير التابعين وسيد التابعين رجل يقال له أويس ابن عامر القرني، كان عنده مرض البرص، فدعا ربنا فربنا شفاه إلا من موضع درهم في كتفه الشمال، مغمور في أهل الأرض، محدش يعرفه في أهل الأرض، معروف في أهل السماء. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو قال لربنا: يا رب أقسمت عليك تعمل لي كذا، ربنا ما ينزلش كلمته الأرض أبدا ويعمل له اللي هو عايزه. يا عمر، ويبدأ سيدنا رسول الله يوجه كلامه لسيدنا عمر بالذات، ودي من معجزات سيدنا النبي: يا عمر لو رأيته فاسأله أن يستغفر لك. سيدنا عمر: يستغفر لي أنا يا سيدنا نبي؟ قال: أجل يا عمر. ليه يا سيدنا نبي كل المميزات اللي عند سيدنا أويس القرنية دي؟ سيدنا رسول الله يقول: عنده أم هو بها بار، بر الوالدين، أو بمعنى أدق بر الأم. أويس القرني أسلم قبل انتقال سيدنا رسول الله إلى الرفيق الأعلى ب3 سنين، وهو من أهل اليمن. طب إيه اللي منع حضرتك يا سيدنا أويس إنك تروح تبايع سيدنا النبي وتبص في وشه الشريف صلى الله عليه وآله؟ أمه. كل ما يجي يشد الرحال عاوز يسافر عشان يروح يبايع سيدنا النبي ويبقى من أصحابه، لأن مجرد ما يشوف وش سيدنا رسول الله أصبح صحابه. بس إيه اللي منعه؟ أمه، كانت عيانة جدا وملهاش غيره، فكل ما يجي يسافر تقول له: يا أويس هتمشي وتسيبني؟ فيجلس لحد ما عدى 3 سنين. والعجيب إن في الوقت ده وسيدنا أويس قاعد في اليمن جنب أمه ونفسه يروح يبايع سيدنا رسول الله في المدينة، سيدنا رسول الله يذكره ويقول للصحابة عنه كده، ويقول لسيدنا عمر: لو استطعت أن تجعله يستغفر لك فافعل يا عمر. سيدنا رسول الله بيحس بالمشتاقين إليه عليه الصلاة والسلام، قلبه بيحس بالقلوب المشتاقة. فلو انت بتحب سيدنا نبي وقلبك مشتاق هيعرفك عليه الصلاة والسلام، هو أصلا عارفك دلوقتي. تعدي الأيام وانتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق لحد ما خلصت خلافته ويموت سيدنا أبو بكر الصديق وتيجي خلافة سيدنا عمر. وده الإعجاز بتاع سيدنا رسول الله لما اختار سيدنا عمر بالذات وقال له: يا عمر إن لقيته فسله أن يستغفر لك، لأن الوحيد اللي هيلحقه هو سيدنا عمر. أول ما جت خلافة سيدنا عمر بقى هو وسيدنا علي دايما مع بعض. سيدنا علي كان دراع سيدنا عمر اليمين. كل ما يجي موسم الحج سيدنا عمر ياخد سيدنا علي ويقول له: تعالى يا علي نروح في الحج وندور على أويس القرني. كل موسم حج يروحوا يقفوا على الجبل هناك ويقولوا: يا أهل الحج، هل منكم أحد من أهل اليمن؟ مفيش. السنة اللي بعديها: هل منكم أحد من أهل اليمن؟ مفيش. السنة اللي بعديها وقف سيدنا عمر ومعاه سيدنا علي: هل منكم أحد من أهل اليمن؟ فقامت مجموعة قالت له: أيوة إحنا يا أمير المؤمنين. قال لهم: تعالوا. وقفوا كلهم قدامه، قال لهم: من كان منكم من أهل اليمن فليقف. والناس كلها تقعد، فالناس كلها قعدت وفضلوا واقفين أهل اليمن. وبعدين قال لهم: من كان منكم من قبيلة قرن فليقف فليجلس باقي الناس. فوقفوا اللي من قبيلة قرن، فبص لهم قال لهم: أيها الناس، من منكم أويس القرني؟ فوقف واحد قال له: يا أمير المؤمنين، هو قريبي، بس أكيد حضرتك متلخبط في الاسم. قال له: أنت تعرفه؟ قال له: ده ابن عم، ده ولد غلبان جدا ومحدش يعرفه. فبكى سيدنا عمر وقال: صدق رسول الله. سيدنا النبي قال: مغمور في أهل الأرض، معروف في أهل السماء. فسيدنا عمر قال له: هو فين؟ قال له: ما جاش معانا. قال له: أله أم؟ قال: نعم. قال: حية؟ قال: نعم. فقام سيدنا عمر بص لسيدنا الإمام علي وقال له: شفت يا علي، مش هيجي طول ما أمه حية. وتلف الأيام ويجي السنة اللي بعدها سيدنا عمر تاني هو وسيدنا الإمام علي عمالين يسألوا: أيها الناس، أمنكم أحد من أهل اليمن؟ جت أهل اليمن. حد فيكم من قرن؟ جم أهل قرن. تعرفوا أويس القرني؟ قالوا له: يا أمير المؤمنين، أكيد حضرتك متلخبط في الاسم، ده ولد غلبان سيبناه مع الغنم كده يخلي باله من الغنم بتاعنا. قال: صدق رسول الله، هاتولي. راحوا جابوه وجه، فوقف قدام سيدنا عمر. سيدنا عمر لقى ولد غلبان وهدومه على قد الحال وشكله. قال: أأنت أويس؟ قال: نعم. فبكى سيدنا عمر. قال له: ألك أم؟ قال: ماتت يا أمير المؤمنين، لذلك جئت. قال: أعلم. أكان عندك برص وشفاك الله؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إلا من موضع درهم. فبكى سيدنا عمر. قال له: استغفر لي يا أويس. قال: أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ قال له: أبشر يا أويس، ذكرك لنا رسول الله
وقال لنا كل حاجة عنك، وقال لنا ان انت مستجاب الدعوة، ولا تقسم على الله في شيء الا ابرك، استغفر لي يا اويس. فسيدنا اويس استغفر لسيدنا عمر. سيدنا عمر فرحان بيه جدا، قال له يا اويس خليك معايا في المدينة ما تمشيش. قال لا يا امير المؤمنين، سيبني، انا عايز ابقى مغمور في اهل الارض، مش عايز حد يعرفني، ومن فضلك ما تحكيش لحد ان انا مستجاب الدعوة، انا عايز افضل كده لحد ما اقابل ربنا. فبكى سيدنا عمر. قال له يا اويس طب عايز تروح فين؟ قال له انا رايح الكوفة. قال له طب استنى هكتب لوالي الكوفة عشان يخلي باله عليك ويديك عطاء. قال له لا، انت من طريق وانا من طريق. قال يا اويس ابقى معي. قال لا يا